ده جهاز ديل انسبايرون. كان جاي صاحبه علشان الهاوسنج اللي تحت اتكسر وكمان الكيبورد باظ، فقررنا نعمله شغل مظبوط ونرجعه احسن من الاول. بدأنا نفك الجهاز واحدة واحدة ونفصل البطارية ونرفع البوردة ونشيل كل الوصلات بالراحة. مفيش حاجة بنشدها ولا نضغط عليها علشان ما تتأثرش. زي ما واضح، الهاوسنج القديم كان مكسور من كذا حتة، وده مخلي شكل الجهاز مش أحسن حاجة، فكان لازم يتغير. جبنا الهاوسنج الجديد الأصلي ونضفنا الجهاز من جوه قبل التركيب. لازم تبقى كل نقطة في مكانها علشان الجهاز يقفل معانا من غير مشاكل. بعدها دخلنا على الكيبورد، فكيناه ونضفنا مكانه وركبنا الجديد. وبعد التركيب جربنا زرار زرار علشان نضمن انه شغال 100%. رجعنا كل حاجة في مكانها وقفلنا الجهاز وشغلناه وكله تمام، الكيبورد والتاتش والمراوح. الجهاز رجع فابريكا حرفيا. وعلى فكرة، معظم قطع الغيار عندنا متوفرة لكل الموديلات: اتش بي وديل ولينوفو وام اس اي واسوس. قطع غيار زي كيبوردات وهاوسنج وشاشات وبطاريات وكل ما يخص عالم اللابتوب. ابعت لنا موديل جهازك ومحتاج له ايه وهنرد عليك بالتفاصيل والسعر. وما تنساش، لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وكومنت كلمة حلوة علشان نقدر نكمل ونوفر لكم أفضل خدمة وأحسن جودة.